أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة المغرب 24 الإخبارية. ينتظر عشاق المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة قمة نارية في ربع نهائي كأس العالم للناشئين بقطر، مواجهة تجمع بين أشبال الأطلس ومنتخب البرازيل تحت 17 سنة وسط ترقب عالمي وتحليل إعلامي واسع من الطرفين. المدرب البرازيلي كارلوس إدواردو باتاتوتشي أكد أن المباراة ستكون شديدة التنافس، وأن فريقه دخل منذ يوم أمس مرحلة تحضير خاصة تعتمد على التدريب التكتيكي وتحليل أداء المنتخب المغربي بدقة، معتبراً أن المغرب خصم قوي منضبط ويملك لاعبين قادرين على قلب أي مباراة. أما في المغرب فالأجواء مختلفة، ثقة بدون غرور. مدرب المنتخب الوطني قال أن الأشبال يحترمون البرازيل لكن لا يخافون منها، مشيراً إلى أن التأهل لربع النهائي أعطى اللاعبين دفعة معنوية هائلة، وأن الفريق يعرف كيف يقاتل في الأوقات الصعبة. الإعلام البرازيلي يتحدث عن مباراة محفوفة بالمخاطر للبرازيل، خصوصاً بعد رؤية قوة المغرب أمام مالي، بينما الإعلام المغربي يرى أن هذه المواجهة قد تكون فرصة تاريخية لجيل استثنائي أثبت شخصيته وانضباطه. غداً إذن الأضواء كلها على الدوحة، مواجهة بين اسم عالمي كبير وطموح مغربي لا يعرف المستحيل. هل يكتب أشبال الأطلس فصلاً جديداً في تاريخ كرة القدم العالمية؟ شكراً لكم وفي أمان الله.